السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده اللي مشتركه في القناه عزيزه جدا على قلبي، اسمها هبه. هبه معانا بقالها شهر ونص تقريبا، بتعمل كومنت على كل الفيديوهات. بجد يعني بكنلك كل مشاعر التقدير والاحترام، عشان انا لما بصحى الاقي كومنت منك ببقى مبسوطه قوي وسعيده قوي ان حد ولا اعرفه ولا يعرفني بيشجعني وبيقول لي كملي، وبيقول لي صوتك واصل ورسالتك موجوده واحنا سامعينك. بجد بحبك قوي، وربنا يبعت لك كده اللي يساعدك في حياتك زي ما انتي بتساعديني. ومن غير مقدمات يلا بينا نعرف الجنوب الغربي ايه صفاته وازاي نتعامل معاه. اتكلمنا قبل كده عن انماط الشخصيه تبع بوصله الشخصيه، كل فيديو لوحده، الجنوبي لوحده والشرقي لوحده والغربي والشمالي كل واحد لوحده، وجمعت ما بين اتنين في فيديو قبل كده. هحط لكم كل الفيديوهات اللي خاصه بانماط الشخصيه في الديسكريبشن تحت. ودلوقتي هتكلم على الجنوبي الغربي بس، يعني انا متكلمه على الجنوبي لوحده والغربي لوحده. طب الزوج اللي تحليل شخصيته ان هو جنوبي وغربي في نفس الوقت، بنتعامل معاه ازاي وايه هي اصلا صفاته قبل ما نقول التعامل ازاي. الجنوبي الغربي انسان ودود جدا، حلو كده، علاقاته جميله مع اللي حواليه، وبيبقى يعني مجامل وبيعرف يعزم ناس وبيتعزم عند ناس. ودود وحلو وقريب من القلب، واغلب اللي حواليكوا بيحبوه، وعيلتك بتحبه وعيلته كمان بتحبه. مهتم بالاخرين، ده طبعا شبه ودود شويه، ان هو يعني بيعرف اعياد الميلاد وعارف المناسبات، هو اللي يبادر ويبارك وكده. فهو عشان كده شخصيه محبوبه جدا، وعشان كده انت وقعتي في غرامه واتجوزتي. طبعا مش محتاجه ذكاء، بس يعني بجد صفاته لطيفه جدا، وانسان لطيف بس عايز حد يفهمه عشان يعرف ياخد الحلو اللي فيه ويتجنب الوحش تماما. الجنوب الغربي مرن جدا في تعاملاته، بيتقبل الرأي الآخر، بيتقبل الانتقاد، ما عندوش مشكلة انه يقعد في قعدة فيها ناس بتفكر بعكس طريقته، بياخد ويدي في الكلام مع اللي من جنس تاني وملة تانية ولون تاني، عادي، ما عندوش أدنى مشكلة في ده. بس هتلاقيه كمان مبدع، وبيحب المغامرات وبيحب الفن ويحب الفنانين، يحب يتكلم على الرسم مثلا او الاغاني او الافلام، ناقد محترف جدا. بس الجنوبي الغربي بيعشق حريته، ما بيحبش ابدا يدخل في علاقة جيت منين ورحت فين وروحت الساعة كام واتصلت بمين. العلاقات دي بتبقى عارف ان هو ايه من بعيد كده، وعارف ان هو ينهيها قريب، فبتاخد وقت بس وتضيع. فهو بيعشق حريته جدا، وما بيحبش اي حد يقرب من المنطقة دي مهما كان غلاوته عنده. حنين جدا على مراته وعلى ولاده وعلى اللي حواليه، وبيجي على نفسه عشان اللي حواليه، وممكن جدا يأجل حاجات في مصلحته قصاد ان اللي حواليه محتاجين له، ومحتاجين ان هو يعني يديلهم شوية من اهتمامه، وكمان لو فلوسه مفيش مشكلة. هو انسان يعني كريم ومعطاء، بس هو خجول جدا برغم ان هو مغرور. يعني هو الجنوب الغربي عنده حتة الخجل بتاعت ان انا في القعدة مش انا اللي هبدأ بالكلام، بيتكسف جدا لو حد وجه له حاجات مدح او كده، بس من جواه مغرور جدا، وعارف ان هو شخصية فظيعة وان هو جامد جدا، وان من حق كل الناس فعلا تمدحه، ما طبيعي تمدحه، هو مغرور شوية. وكمان الجنوب الغربي عنده حتة التردد دي عالية شوية، بيفكر كتير قبل ما ياخد القرار، وهتلاقيه عشان يتقدم لك ويتجوزك خد وقت طويل قوي عشان يقرر يعمل ده. فده كان صفات الجنوب الغربي بشكل عام. تعالوا نخش نفصل كده في التفاصيل ونشوف هنتعامل معاه ازاي. طيب هنقسم النصايح لافعل ولا تفعل. ايه الحاجات اللي لو عملتيها مع الزوج الجنوبي الغربي هتكسبي قلبه، وهتبقي قاعده كده متربعه جوه، وصعب جدا حد ياخد عرشك ده. اول حاجه انك تكوني متجدده. الجنوب الغربي ملول جدا، بيمل من الديكور، وبيمل من التفاصيل ومن اللبس ومن تسريحه الشعر، ملول شويه. هو بيحب التجديد ويحب يشوف حاجات جديده ومبهره، ظنا منه ان هو يعني ده نوع من انواع المغامره، ما تيجي نجرب حاجه جديده. مش شرط لون شعرك الجديد اللي هتعمليه يكون احلى حاجه في الدنيا، المهم ان هو يبقى جديد ويكسر الملل عنده شويه. الجنوب الغربي يعني شخصيه بتحب التفاصيل. لما يقولك مثلا البيت اتنضف بس
الحتة دي لو كانت اللوحة اتظبطت بس بعد ما عملتيها كانت هتبقى فظيعة. هو مش بيعلق على ادائك ولا انك مش بتعملي الحاجات اللي وراكي بشكل فظيع وجميل، لا هو بس انسان يعني بيهتم بالتفاصيل شوية، فبيقعد يعلق على كل حاجة انتي بتعمليها ويطلع لك ايه القطط الفطسة بلغتنا الدارجة. بس هو بالنسبة له عايز الحاجة تبقى احسن حاجة عشان تبقى واو وتبقى مبهرة بالنسبة له، بما انه هو انسان مبهر في وجهة نظره. يعني الجنوب الغربي بيحب الاختلاف، يعني هو مرن ومتواضع وحلو في القعده، اجتماعي وبيتكلم، بيحب اللي عكسه، بيحب الواحده تبقى قاعده معاه يعني راسيه كده وهاديه، ومش هي اللي قاعده تتنطط في القعده وتروح وتيجي، ولو عندكم ضيوف انت اللي عماله تفتحي كلام وتهزري، لا يحبها تبقى عكسه. يحبها مثلا ايه لو هو متردد، يحبها هي واحده واثقه قوي من قراراتها، واول ما يسالها اعمل كذا انا شايفه ان ده صح قوي وفي مصلحتك. فبيحب قوي الحاجه اللي بتكمل نواقصه، عشان هو شايف ان ده لو كان فيا كذا لو كان فيا كذا، فما بالك كذا ده لو بقت في شريك حياته، فكده هو بالنسبه له خلاص لقى الحاجه اللي بيدور عليها، وهو بالنسبه له كده مش محتاج حاجه من الدنيا لو انا مراتي فيها النواقص اللي بتكملني. الجنوب الغربي بيحب يسمع مدح، يحب اللي تقول له انت شكلك جميل قوي النهارده، عربيتك واو بجد ان انت اخترتها حلوه قوي، لونها جميل مبدع، انت ازاي عملت ده بجد بيعجبني ذوقك. بيحب يعني شريكته تأكد دايما على انه حاجه جامده زي ما هو شايف نفسه. تجنبي خالص ان انت تنتقديه وتنتقدي اختياراته، وجبت اللبس ده ليه وكنت اخترت تيشيرت احلى. خليكي في صفه كده وايه طبلي زي ما بيقولوا، او حاولي تمدحي كتير في اختياراته وفي طريقته ولبسه وعربيته وبرفانه، عشان ده بيعلي ثقته في نفسه وبيحسسه ان اللي قدامه مقدره ومهتم بيه كويس جدا. الجنوب الغربي كمان عايز لما يقع في مشكله شريكه حياته يعني تساعده في انها تدور له على حلول. هو ما بيني وما بينك كده ما بحبش ان انت تحطي حلول او انت اللي تشيلي الليله، او يبقى بعد كده بيعتمد عليكي في كل حاجه، عشان هو لو جرب ده في مره ونجحتي فيه للاسف هيسيب لك 3/4 مسؤوليات الحياه، انت بقى اللي تصرفي في كذا وتصرفي في كذا، مش انت بتعرفي تعملي. فما تحاوليش تعملي جدعه مع الجنوب الغربي قوي، يعني علشان لما بيلاقيكي قد المسؤولية بيحملك كتير، لانه هو انسان بيحب الراحة والاستمتاع والحرية والهدوء، وده كله طبعا عكس طلبات البيت ومعجنة الحياة اللي مسافة ما بتبقى طلباتها كتير واوامرها كتير. فحطي له حلول او حاولي تدوري معاه على حلول، بس ما تبقيش الجدعة اللي رحتي وحليتي واتكلمتي مع فلان وخلاص المشكلة يا حبيبي اتحلت خلاص. لا، اعرضي بس حلول، ولو وافق عليها ابتدوا تناقشوا تقدري تعملي ايه وتقدري هو يعمل ايه معاكي. فاهمين ان انت بتساعديه، مش انت اللي هتتكفلي بالموضوع وهو هيبقى يساعدك. تمام كده؟ طيب خلصنا قائمة افعل. ايه هو بقى قائمة لا تفعل؟ اول حاجة ما تتوقعيش معاه سرعة الإنجاز، ما تبقيش محتاجة منه مثلا يدفع مصاريف ولادكم مثلا في المدرسة كمان 4 أيام، فتيجي ليلتها بالليل تقولي له لا، قولي له قبلها الا بال4 أيام، قولي له انا محتاجاك اليوم كذا الساعه كذا تروح المدرسه في المكان الفلاني وتدفع الفلوس وتاخد الوصل وتيجي. فاهمين؟ احترمي ان هو مش انسان منجز خالص، هو انسان بيحب الراحه بشكل بشع، فاحترمي ده فيه وحاولي تستغلي ده في حياتك، ان طول ما هو قاعد مرتاح مثلا ايه ريحي اعصابك، اقعدي اتكلمي معاه، انما ما تكلفوش بمهام كتيره وسريعه وعايزاها تخلص في نفس اليوم. دي حاجه يعني انت اللي هتحبطي وانت اللي هتحسي باليأس، وهتحسي بقى تخشي في دوامه انا اخترت غلط، وانا ليه ما اخترتش راجل بيعمل كل حاجه في نفس الوقت. طبعا ما حدش يقدر يعمل كل حاجه في نفس الوقت، بس الجنوب الغربي عنده طبيعه خاصه شويه، ان هو شخص متأني وما بيعرفش ينجز كذا حاجه في نفس اليوم. زي ما قلت في اخر نقطه في قائمه افعل، ما تخليهوش يعتمد عليك كتير. لو كل حاجه في حياته اعتمد ان انت اللي هتعمليها وانت اللي هتحليها، هيريح خالص ومش هيدور على اي حاجه يطلع من الدايره دي، وهتبقى كل حاجه لو طب ما تبقي اعملي انت، ابقي وانت جايه بقى هاتي كذا وانت، فهتتعبي جدا لو خليتيه يعتمد عليكي في كل حاجه. تالت حاجه ما تتجاهليش مشاعره.
لما ترجعي من بره تلاقيه متضايق وقاعد حزين وزعلان، ما تقوليش بقى ايه مش ناقصاه ودماغي بتوجعني، زعلان مش زعلان ماليش دعوه بيه، انا هدخل اعمل اي حاجه وهو يبقى يروق لوحده. كده انت بتطعني كده في قلبه، هو عايز حد يهتم ويقعد جنبه. مالك بس، ايه اللي حصل، في ايه؟ او لو هو في خناقه مثلا قال لك والله انا مخنوق الايام دي ومحدش حاسس بيا، لو يعني فوتي الكلمه وكملتي مناقشه، كده انت بتتجاهلي مشاعره تماما ومش محترمه قد ايه هو بيتعب عشانك وتعبان عشان ولادك وكده. فبيقلق كده، بتحسي اللي هو ايه، لا شرخ في العلاقه. فبلاش خالص، يا ريت تحترمي مشاعره، ولما تحسي ان هو محتاج لك في حاجه وقفي جنبه يعني. وكل والله يعني هقعد لك عند ربنا ان شاء الله وهتاخدي ثواب كبير، عشان بتقومي بيت مسلم، مش عشان انتي بتحبي او ما بتحبيش، مش دي القصه خالص. كمان في قائمة لا تفعل مع الجنوب الغربي، اوعي تجرحي كبرياءه ما بينكم وما بين بعض او قدام الناس. يعني ما تجيش حتى لو بهزار تشتميه او تقولي له كلمة مش لطيفة او كده. كده انت مش بتقدريه ومش بتحترميه، وهو شايف ان هو اهل للاحترام وان هو حاجة مهمة جدا وحاجة جميلة في الحياة، ويستاهل واحدة تحترمه وتراجع كلامها معاه قبل ما تقوله. فاحذري من جرح كبريائه، وخصوصا قدام الناس. لو قدام اهله او اهلك كلميه باحترام زياده شويه، وحاولي تديله هو الاولويه في الكلام. لو حد سالك عن رايك في حاجه قولي طب اسال كده فلان مش عارفه رايك ايه او كده. لو حد طالب اذن في حاجه، لما فلان يقول الاول، لما ابو الاولاد بس يوافق ثواني هساله وهرد عليك. كبريه واديله قيمته، عشان هو كمان يديكي قيمتك ويقدرك في قعدات عيلتك وعيلته. بالنسبه لتعامل الجنوب الغربي مع اولاده، ان شاء الله هعمل له فيديو لوحده، عشان الفيديو كده هيطول مني قوي. فمؤقتا لحد ما اشوفكم، بتمنى لكم كل السعاده اللي في الدنيا. اللايك والاشتراك في القناه بيفرق قوي في توصيل رسالتي. بتمنى لكم كل السعاده اللي في الدنيا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.